ورحمة الله وبركاته. بتجي حلقة جديدة من ماينكرافت سلسلة البقاء. من ساعة انتظر لكم حلقة طفى جوالي ونسعت الحلقة، فاعذروني. هسه راح اقول لكم نسمع مثل كل شي قلت. ترى انا مريض، هاي وجهي، صوتي مبحوح، حسان بالقوة احكي. ثاني شي ما راح احكي طوال الحلقة، بس يجوز الشغلات المهمة لو اراويكم كم مود احكي، فاعذروني شباب. وهاي توني ذبحت لي زومبي، حصلت من عدة دروع. جاء ادور على شي ولقيت هسه عندي بس حبة ايرون وحدة، وطاني في الارمر جولد، الله يجزاه خير. بس عندي طلب واحد، يا ريت تعطونا لايك، سبسكرايب، مفضل شير. هسه لا بس وصلونا 10 20 ايش قد ما بيكم حيل وصلوا، فما راح اقدر احكي من نهاية الحلقة او من عربي لتنين اظل احكي وياكم، فاعذروني. جاي الك شوية بالحكي، فاعذروني. بس حققوا لي امنية واحدة، وصلوا هالمقطع 20 لايك بس، هاي الامنية حققوا لي اياها. تحت تصرف أي نكمل اللعب. في أي لحظة تشاهدون أو تشخصون أو ترون لحظة تساهم ببناء بلد، بمساهمة فردية من حضراتكم كذلك من المعلمين أو المدراء، كلش ميت يعني. ها صنعت من الحجر، يعني اسال سؤال هاي مود لك بلوك يعني اكو، بس يعني مو بالظاهر مود يمكن يعني تلزم فرشة تصبغ وتصبغ بيتها، يعني بداخل تصبغ الغرف. قلنا وين نروح لهذا الكهف؟ ايرون. يعني انا يجوني ينشرون بالفيسبوك يعني طبعا، فالنشاطات هاي محسوبة. يعني احنا اليوم ليش نقول خل نقيم المعلم اخواني؟ يعني بصراحة مسؤوليتنا اذا نريد نبني جيل ان نهتم بالمعلم، نهتم به ماليا وصحيا، وكل شيء يوفر للمعلم، يوفر للجيل هو يخدم البلد. نعم. ست خديجة، يعني هم تكون هنالك مثلا دورات تثقيفية مساهمة لتغيير نفسية الأستاذ قبل الطالب، حتى وكيفية طرق التعامل ما بين الأستاذ والطالب. طاوعيني بالحكي ترى هذا يمديك ترى ويبعد. ناقصنا خيط واحد ونسوي شني بو. دخلت كل الملاك على طريقة التعليم النشط. يعني تعليم النشط هذا تعليم نظام الجروبات، طريقة التعامل. يعني أقول لك تصايلوا بالعرش، انتهاء الدورة الدراسية صايلوا بفندي. فيعني كان يعني هذا له مردود ايجابي على العمليه التربويه. ايضا بالترميم اكيد. احنا اني ومدرساتي صبغنا المدرسه، رممنا، شلنا بارك الله. الحلو بالموضوع يا حمزه ان تشوفين اساتذه عصبيين وممكن يكونون جديين في عملهم، وهنا تاخذ راحتك وياهم، هذا احلى ما يكون. هسه اليوم الطالبات يشوفون ست خديجه واحنا نتمازح وياها وهي جديه في المدرسه، ما يستغربون الطالبات. هذا العكس طبعا، هذا اللي كل مدرسه يعني يحبوها جدا لانه جدا انا اقول استفسرت من ويحترموني بنفس الوقت. انا اقول استاذ علي، يعني ست خديجه نموذج من الاف، يعني انا اقدم لها بالشكر الجزيل. يعني حقيقه يعني هو المعلم هذا رساله، يعني هو كلمه استاذ ما قيلت الا بحق المعلم فعلا. لولا المعلم فلا يكون هنالك رئيس جمهوريه، لولا المعلم فلا يكون هنالك طبيب. لذلك احنا اليوم خل شويه نغير، شويه نخفف العبء على المعلم، شويه نحث ابنائنا. القنوات الاعلاميه تاكد على حرص المعلم ودور المعلم. يا ابوي ظهره راح ينكسر تدرون. يعني بصراحه هذا برنامج ما انا بركبكم، بركبتكم مع المعلم. بس وصلوا هالمقطع 20 30 ايش قد ما تقدرون وصلوا، بس امنيتي وصلوا 20 لايك و20 اشتراك بقناتي، هاي امنيتي الوحيدة، فحققوا لي اياها. المعلم يوصف لك في التقرير المعلم هو عدو
ويجوز بعد ما راح انزل مقاطع لان عندي دراسة وامتحانات نهائية وبكالوريا وجاري. لأنه أستاذ علي شفتوا تقولون شنو انت سعودي لو عربي؟ انا عراقي. الأخوات مستقبلك تحدد يعني، ونسأل الله التوفيق لك. نعم ولجميع الناس. شكرا. لكن اشوف انا حتى لهجتي كلش عراقية اصلا. على مقاعد الدراسة شلون ناخذه إذا احنا هجومنا بعد 31 حبة آمن. صحيح يا اخوان. المعلم ايه يفتح يا حبيبي. المعلم ما يعطي جهوده. المعلم شيء مطلق جاي يعني جاي يشتغل شفتين في آن واحد، يعني بالمعنى العامية شفتين في آن واحد. احنا قلت لك يعني 80 و 70 طالب، هذا خاصة بالمراحل الابتدائية يعني ضامة كبرى، لأنه المعلمة يراد لها تصحيح ويراد لها متابعة ويراد اكو واجبات بيتية. يراد لها راحة. للأسف انتهى الوقت. سيادة النقيب لنا حوار معك شخصيا عن دور النقابة، يعني نسوي حوار في يوم محدد. احنا اليوم تحدثنا بطريقه تخصصيه عن علاقه المعلم مع التلميذ، لكن دور النقابه، العشوائيه في الملاكات، الابنيه، كيف تكون هنالك ضمان ومستحقات المعلم. موضوع الاصلاحات التربويه ان شاء الله احنا في بلد يعني مؤيدين احنا كنقابه المعلمين مع الاصلاحات، وخاصه هذا القطاع المهم اللي يحدد مستقبل العراق هو الإصلاح التربوي. شكرا. ست خديجة. شكرا. شمعة 3D. أستاذ عباس شكرا ست خديجة. تحية حب وإكرام وإجلال لكم طبعا، لأنتم تبقون فخر إلنا وتبقون نبقى نحترمكم ونهابكم ونستمد قوتنا من عندكم أكيد وثقافتنا من عندكم أيضا. مشاهدينا الأحبة أكيد ويا علاوي فعلا لولا التقى لقد جلت قدرتكم، لأن أنتم بالتالي مساهمين، يعني ماكو همسة، ماكو علي، ماكو طبيب، ماكو فلاح، ماكو كل هذه لولا مساهمة المعلم. شنو عندنا همسة؟ عندنا تقرير عن الانتيكات. وين عشاق الانتيكات؟ اكيد هذا التقرير راح يعجبكم، خليكم ويانا. بدي يخش دين اسوي كشك وزيت بلوكت كول اسوي الكول هذه. شو سنارة؟ شو اسوي سنارة؟ لا ابي بك. ليش ما صفت غرابة؟ بالنسبة للموضوع الانتيكات يعني تجميعها هو ليس بسهل، بالإضافة إلى ذلك يعني هذا الموضوع يراد لفترة من الزمان وعمر. أنت كيف تجمعين وكيف تحصليها من كثير موارد، ممكن حتى تجيبين من برا من بعض البيوت اللي الناس اللي تريد تبيع، فيصير تداولها يعني بشكل عام، وخاصة يعني بالنسبة لموضوع الانتيكس إلى خاصية معينة وإلى فجو يعني غير يعني باقي المصالح الأخرى. يعني موضوع الانتيكس مرتبط بكل شيء، مرتبط بالذوق، بالفن، بكل شيء يعني بالإنسان مكمل لحياته في كل الأشياء يعني. ما يقبل نفس الصوت هسه. ناخذ النشندير علاقة عاد بيك جوت فوق بناجر كشي يطيح ما يطيح. سوي شمعة بماينكرافت بدون بلوكلانشر ما تحطها بالنسبة لموضوع علقة وتشي تلقى جواه مو تنكسر. لا أنا ما تنكسر. هو الشغلات البغدادية مثلا الأصيلة والمتواردة يعني. بس موضوع التحفيات تشمل الكل يعني مو بس العراقي، من كل بلدان العالم. كل بلد بالعالم إلى فد ميزة معينة، إلى فد خاصية معينة، إلى فد تراث معين، فأنت ممكن تجمعيهم كلهم هذولا وتسوين يعني. والقطع الانتيكس هي تكون يعني أكثر الأحيان اللي هي نادرة، يعني ما تكون مكررة يعني. فهذا موضوع الانتيكس يعني إلى فتحية كلش كبيرة يعني.
حاضر. ونعود معكم مجددا في الوقت المتوفي من برنامجنا صباح يسعد صباحك يا عراق. وطبعا عندنا اكيد فقره الجمال مع خبيره التجميل الدكتوره بلسم اليوسف. بدايه صباح الخير دكتوره، شلونك؟ صباح الخير. طبعا اليوم راح نتكلم عن موضوع شد الوجه بالليزر، واكيد كل امراه تحلم ان يكون وجهها نقي ومشدود قدر الامكان. فكلمينا بدايه عن الحصول على نظره جاذبيه من خلال شد البشره والابتعاد عن التعب. كانت